بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله بقى احنا كده ايه داخل علينا بقى هيقبل علينا العيد الاضحى. كلنا بقى بنستعد كده عشان ايه؟ نحضر للعيد. كلنا بقى بننفض البيت ونشتري متطلبات العيد. طبعا بقى كلنا ملخومين على الاخر. رب كده ان شاء الله يعودوا عليكم بالخير كده وتتهنوا كده يا رب انتوا اولادكم، ويجي عليكم العيد وانتوا في اتم صحة واحسن حال، ويفرحكم جميعا يا رب. طبعا احنا كلنا بقى محتارين هنعمل اكل ايه الايام دي. طبعا كلنا ملخومين، فطبعا نجيب اكلات شعبية وبسيطة كده وخفيفة على المعدة. هنعمل مع بعض الفول النابت بمراحل التنبيت بتاعته، وهنعمل ملوخية خضراء على شوربة الفول النابت. تبقى لذيذة جدا وجميلة، والله مسكرة احلى من ما بنعملها على شوربة اللحمة والفراخ. تعالوا نشوف هنعمل ايه. معايا شوية فول كده كانوا عندي في المطبخ كده، محتارة بقى اعمل بيهم ايه. قلت اعمل فول نابت. طبعا انا هجيبه هنقعه وهغسله كويس جدا، انقيه واغسله وهنقعه لمدة 24 ساعة في مية. اديني كده هنقعته اهو. وطبعا ايه، بعد ما اتنقع معايا هنشوف مع بعض. هسيبه بقى لمدة 24 ساعة. طبعا كده بعد ما اتنقع معايا كده قعد معايا 24 ساعة اهو زي ما شايفين اهو. هنعمل فيه ايه بقى؟ هنحضر قماشة او شاشة بيضة، وهنحضر مصفى، وهقول لكم هنعمل ايه. اديني اهي حضرت القماشة اهي، شاشة كده خفيفة، وهننزل بالفول بتاعنا. طبعا احنا غسلناه تاني، بعد ما نقعناه غسلناه تاني. كل ما نغسله الاكسده اللي فيه والحاجات اللي مش كويسه بتنزل ايه في النقع بتاعه. طبعا وهلفه بالشاشه زي ما انتوا شايفين كده، وهحطه بقى ايه، وهسيبه لتاني يوم، وهرجع اكرر نفس اللي انا عملته. هنشوف مع بعض. بصوا كده هو اتعمل معايا. انا غسلته بعد ايه ما فتحت عليه وغسلته. بصوا نبت معايا بسيطه اهو. هكرر نفس الحكايه كده. انا كده غسلته وايه، وهغطيه تاني بالشاشه، وكده تاني يوم نفس الحكاية كررتها. ده كده اليوم التالت، يعني انا نقعته 3 ايام علشان يتنبت زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي. شايفين ان الفول ابو زلومة بتاعته احنا بنقول عليه فول ابو زلومة كده. طبعا انا غليت مية وايه، ونزلت بليمونة عشان الليمون بيخلوش المية بتاعته تسود. وطبعا ايه، انا هشيل الريمة اللي عليه. اول ما يغلي غلوتين كده اروح شايله الريمه من عليه زي ما انتوا شايفين كده. اي ريمه. وانا عشان بغسله في كل مره بغسله، فهو بفضل الله ما عملش يعني ريم كتير عليه. بص يعني ايه، هنشيل بقى الريم، وبعدين هننزل بقى ببصلايه ولا قراولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. طبعا انا نزلت ببصلايه زي ما انتوا شايفين ورق لوري، وهنزل بطماطمايه مبشوره. الطماطم بتديله طعم جميل جدا. طبعا الميه بتاعته بقى مش قادره اقول لكم فيها شفا، يعني احسن من اي علاج هناخده واحنا عندنا برد او عندنا مغص. هو شفا. يعني احنا كنا زمان لما بنعيا لازم ناكل الفول النابت ده يريح معدتنا. كده انا نزلت بمرقه ماجي فوريه، بتدي طعم حلو، لان انا هعمل ملوخيه بقى، واحنا عايزين الملوخيه تبقى مسكره كده وجميله. وطبعا ايه، زي ما انتوا شايفين كده بقى اخدت شويه ميه شوربه من بتاعه الفول.
عشان هعمل بيها الملوخية. وانا مش هضيف الكمون الا لما اخد شوربة الملوخية الاول، لان الكمون بيمرر الشوربة. وبرضك بضيف الكمون في الاخر بعد ما الفول بيستوي، لان لو ضفته في الاول زي ما قلت لكم بيمرر الشوربة. كده انا خدت الشوربة هي بتاعت الملوخية. وهبتدي بقى ايه احط الكمون والملح بتاعي. ضفت الكمون والملح على الفول، وانا كده بقى هعمل الملوخية. وانا برضو حيقت الملوخية، ضفت نص معلقة من الملح كده، وضفت الملوخية انا طبعا غسلاها كويس ومنشفاها وخرطتها بالكبة، وبعدين بقى ايه نزلت بيها على شوربة الفول النابت الجميلة. وشفت الملوخية خضرها جميل ازاي، والله تحفة بالشوربة بتاعت الفول، هتعجبكم جدا يعني. واول بقى ما هتغلي معايا هحضر بقى ايه شوية كزبرة على طول مفروم كده. الاول احنا بنزود مية سخنة طبعا لما بينقص مية الفول، مية سخنة مش مية ساقعة، عشان المية الساقعة بتدمر الفول. طبعا انا كده بقى ايه هجيب شوية من طشة التوم بالكزبرة على الفول، وباقي الطشة هاخدها اضيفها بقى ايه على الملوخية الجميلة. تمام. طبعا ايه انا ما بعمل الفول انا عاملاه، طبعا احنا ما بننقي الفول بننقي الفولة البيضة البلدي. انا طبعا الفول اللي انا عاملاه النهارده مخلط شوية، لاني انا كانوا عندي في المطبخ وخفت ان هم يبوظوا، فانا ايه يفسدوا يعني، فانا عملتهم فول نابت. فانا ايه يعني لازم اما ننقيه ننقي الفولة البيضة البلدي زي اللي انا ماسكاها في ايديا دي. طبعا شفتوا طرية وجميلة جدا ازاي، دايبة دوبة اهي. وشفتوا الفول جميل جدا ما شاء الله، طعمه يعني تحفة، والملوخية تحفة كده. يعني أكلة مريحة على المعدة وأكلة لذيذة. عشان بقى نستعد بقى للمتين بقى اللي جاي بعد كام يوم بقى، اللحمة بقى والحاجات التقيلة اللي احنا ناكلها. يلا بقى تنسوش اللايك بقى والشير والسبسكرايب. يلا ربنا كده يجي علينا العيد كده كلنا واحنا فرحانين ومبسوطين وعليكم بقى ان احنا نلبي الايام اللي جايه بقى ونذكر ربنا كتير. كل سنه وانتم طيبين وبصحه وسعاده يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.